السلام عليكم. في بيوت كتير من بره شكلها عادي جدا، لكن من جواها حكايات ووجع محدش يعرف عنها حاجة غير أهلها بس. حكايات ستات بتستحمل فوق طاقتها وبتحارب في أكتر من جبهة في نفس الوقت. مرض، فقر، ضغط نفسي، شريك حياة المفروض يكون أمان ليها لكن للأسف بقى بيبقى هو الخطر نفسه. النهاردة قصتنا عن ست كانت بتحارب مرض السرطان بكل شجاعة علشان تعيش وتكمل تربية ولادها، لكن للأسف المعركة الأخيرة ما كانتش مع المرض بس، كانت مع أقرب إنسان ليها. واحدة كانت بتحارب الموت كل يوم علشان تعيش عشان عيالها، كانت بتقاوم مرض بياكل في جسمها حتة حتة، لكن اللي قتلها في الآخر ما كانش السرطان، اللي قتلها كان أقرب حد ليها. الحكاية بدأت في منطقة اسمها عبد القادر في غرب اسكندرية، المنطقة الشعبية الهادية دي اللي الناس فيها عارفة بعضها والبيوت لازقة في بعض. هناك كانت عايشة واحدة ست بسيطة جدا مع جوزها وولادها الخمسة، ست شايلة بيت كامل على كتفها رغم إنها كانت بتعاني من مرض السرطان، مرض محتاج علاج ومصاريف ورعاية نفسية. ومع كل ده كانت بتنزل تخلص مصالح بيتها وتطبطب على عيالها وتستحمل الألم. جوزها بقى كان عاطل عن الشغل، قاعد في البيت أغلب الوقت، وبدل الأستاذ ما يكون سند ليها في مرضها كان عبء تقيل عليها جدا. ومع الوقت بقى بيتعاطى مخدرات، وكل ما هي تطلب منه إن هو يدور على شغل أو يصرف على عياله كانت الخناقة تولع بقى. صوتهم بقى كان بيلم الجيران عليهم، والعيال يعني يقعدوا في أوضتهم مرعوبين وخايفين ويسمعوا صوت أمهم وهي بتحاول تهديه وتفهمه إن البيت محتاج مصاريف وإن العلاج محتاج فلوس. الجيران قالوا إن المشاكل بينهم كانت كتير جدا، وإنه كان دايما بيمد إيده عليها، لكنها كانت ساكتة ومستحملة عشان خاطر ولادها، عشان يعني كانت فاكرة إن هو في يوم من الأيام هيتغير. يمكن كانت كمان بتقول لنفسها أهو أبو عيالي وحيطة مسنودين عليها، أو يمكن كانت خايفة عيني تتطلق وتبقى لوحدها وهي مريضة، فكانت بتستحمل الضرب والإهانة والألم النفسي فوق ألم المرض. في اليوم المشؤوم ده حصلت خناقة زي أي خناقة قبل كده، لكن المرة دي بقى كانت النهاية. الست طلبت منه تاني إن هو يشتغل ويصرف على البيت، قالت له إنها تعبت جدا ومش قادرة تشيل الحمل لوحدها، وبقى يضربها بإيده ورجله قدام عياله. وبعدين مسك عصاية خشب كانت في البيت وقعد يضرب عليها ضرب 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 بدون أي رحمة، ومن غير ما يفتكر إن هي ست مريضة ومن غير ما يفتكر إنها أم عياله. جسمها الضعيف يعني ما استحملش، وقعت على الأرض، والولاد بقى كانوا مصدومين صدمة كبيرة جدا. النزيف بقى والإصابات كانت في كل حتة في جسمها، ومفيش حد جنبها ينقذها. ماتت في بيتها، البيت اللي كانت بتحاول تحافظ عليه، وبإيد مين؟ بإيد أقرب حد ليها. وماتت وهي لسه بتحارب السرطان وبتحارب قسوة الحياة. طبعا الجيران بقى اتلموا وشافوا الوضع على طول بلغوا البوليس. طبعا اول ما الشرطه جت لقوا الضرب واضح جدا وجروح بقى في كل جسمها، واتنقلت الجثه للمشرحه عشان يتحدد سبب الوفاه بالظبط. التحريات بقى كشفت ان الزوج هو المتهم الاول، طبعا عاطل بيتعاطى مخدرات وكان دايما بيضربها بسبب الخلافات والمصاريف والشغل، وكمان لقوا في الشقه حاجات طبعا بتدل ان هو بيشرب مخدرات. والنيابة بدأت التحقيق معاه علشان يعرفوا كل التفاصيل، والمحكمة هتحدد العقوبة القانونية اللي يستحقها. لكن مهما كانت العقوبة مش هترجع أم الخمس أطفال صحوا في يوم لقوا أمهم مش موجودة، لقوا البيت بقى فاضي. القصة دي مش مجرد خبر في سطرين، دي حكاية وجع ست كانت بتحارب مرض خطير جدا وفي نفس الوقت بتحارب قسوة راجل المفروض ان هو يكون امان ليها. ان هي كانت بجد مأساوية جدا، والضحية مش بس هي، لا الضحية كمان 5 عيال هيكبروا وهم فاكرين اليوم الاسود المشؤوم ده، شافوا فيه امهم وهي بتروح منهم بكل القسوة دي. قد ايه في بيوت بيستخبى جواها مقاسي كتير محدش شايفها ولا يحس بيها غير لما تحصل جريمة بجد، وقد ايه في ستات بتستحمل فوق طاقتها لحد ما حياتها تنتهي. دي بقى كانت حكاية ست ماتت وهي بتكافح السرطان لأنها حياتها كان أقرب الناس ليها مش المرض. دي مش مجرد جريمة حصلت وخلاص، لأ دي رسالة قاسية جدا بتفكرنا إن العنف داخل البيوت ممكن يكون أخطر من أي مرض، وإن السكوت ساعات بيكلف حياة كاملة. ست كانت بتحارب علشان تعيش، علشان تشوف ولادها يكبروا قدامها، لكن انتهت حياتها في لحظة غضب وقسوة، وفضل وراها 5 أطفال هيعيشوا بعمرهم كله بذكرى اليوم ده. يمكن أهم سؤال لازم نسأله لنفسنا بعد كل حكاية زي دي، إمتى بقى نقرر نقف قدام العنف ونقول كفاية بقى قبل ما يبقى في ضحية جديدة؟ لأن في النهاية مفيش أي خلاف يستاهل نقطة دم واحدة. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة، والسلام عليكم.